شوف، ماشي اي جنازه كتشبه الاخرى، وماشي اي دعاء كيشبه الاخر. هاد القصه غتخليك تفكر في كلشي مزيان. كان واحد الولد الله يهديه كان عايش في طريق الفساد، اش منك يا كحول واش منك يا مخدرات، ما خلى حتى حاجه ما دارها. وكان الوالد ديالو كان كيعيط ليه غير بالملعون. قدر الله وما شاء فعل توفى داك الشاب. والاب ديالو مشى كيقلب على الناس اللي صلوا عليه صلاه الجنازه، وتم الصدمه الكبرى انه بلقى حتى واحد اللي صلى عليه صلاه الجنازه من غير 5 ديال الناس. وقفوا ومشاو مع الاب ديالو وهو مكسور الخاطر. سالاو، هو رجع الاب ديالو للدار هو ينعس، وجا في الحلم ديال ولده لابس البيض وجهه منور وكيضحك. هو يقول ليه واه دخلتي للجنه؟ هو يجاوب يقول ليه دخلت انا دابا في الحال. هو يقول ليه واه كيفاش كي درتي لها دخلتي وانت حياتك بلا منكر؟ هو يجاوب ولده قال عارف، ولكن واحد من دوك 5 اللي صلاو عليا دعا واحد الدعاء هو يصلي ربي وهو يستجب. هو يفيق الاب ديالو مفزوع ومشى كيقلب على داك السي حتى لقاه. هو يسول وقال لي وصلتي مع صلاه الجنازه؟ قال لي هي. قال لي الله يرحم لك الوالدين ما قول لي ديك الدعوه اللي دعيتي مع ولدي. هو يقول لي قلت يا ربي لو كان هذا الميت ضيفي لاكرمته، ولكنه ضيفك وانت اكرم الاكرمين. هي هذه دعوه وحده غيرت مصير تاع الشان. خلي لي الراي ديالك في التعليقات وقول لي واش الدعوه الصادقه ممكن تغير المصير تاع الناس. وما تنساش دير متابعه واشتراك وبارطاجي القصه مع اللي كيهمو الامر، ممكن تغير شي قلوبه. السلام عليكم.